السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة من الحلقات المميزة جدا، وهنعرف خلالها أهم الفروقات بين النايت كالم والدورميفال والميلا كريست، وهنعرف مين الأأمن فيهم ومين اللي ممكن يسبب إدمان وأعراض انسحاب. ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا متنساش تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. خلينا نبدأ الأول بالنايت كالم. والنايت كالم بيحتوي على مادة الإزوبيكلون، ودي تبع العقاقير المنومة والمهدئة، والمادة دي بتزود حاجة اسمها الجابا أو الجاما أمينو بيوتيريك أسيد، والمادة دي بتشتغل عن طريق إنها تبطئ نشاط الدماغ، وده اللي بيساعده على النوم. والنايت كالم بينزل بتركيزين، هما الواحد مللي جرام والتلاتة مللي جرام. بالنسبة لدواعي استعمال النايت كالم فهو بيستخدم لعلاج الأرق وصعوبة النوم، ويعتبر ملوش أي استخدامات تانية. طيب إيه هي الآثار الجانبية للنايت كالم؟ أو إيه هي أضراره؟ في بعض الأضرار الخفيفة زي طعم كريه أو وحش في الفم أو جفاف فيه، الشعور الدايم بالنعاس، الدوخة والصداع، أعراض نزلات البرد زي مثلا العطس أو سيلان الأنف. والآثار دي بتكون خفيفة وما بتقعدش لفترات طويلة، ولكن في بعض الأضرار الخطيرة زي أفكار وسلوكيات غير طبيعية أو هلوسة، أعراض اكتئاب أو قلق، عدم تذكر المهام المفروض تعملها خلال النهار، وآخر حاجة أعراض حساسية تجاه المادة الفعالة. طيب يا دكتور، مين الناس الممنوعة تماما من استعماله؟ أو إيه هي موانع استعمال النايت كالم؟ طبعا في حالة وجود حساسية تجاه المادة الفعالة الموجودة فيه. كمان ممنوع استعماله في الأطفال والمراهقين أقل من 18 سنة، ويفضل طبعا تجنبه في الحمل والرضاعة لأن أضراره هتكون أكتر من فوائده. كمان لو مريض ضغط عالي هياخده فلازم ياخد باله إن النايت كالم هيهدي من معدل ضربات القلب وهيخفف من ضغط الدم. طيب إيه هي جرعة النايت كالم أو طريقة استعماله؟ طبعا الجرعة بتكون من عمر 18 سنة حتى عمر 64 سنة، وجرعة البداية بتكون قرص بتركيز 1 مللي جرام قبل النوم مباشرة، وممكن الدكتور يزود الجرعة ل 2 مللي جرام أو حتى 3 مللي جرام قبل النوم. وخد بالك إنه أقصى جرعة تتاخد هي 3 مللي جرام يوميا. أما بقى بالنسبة للناس اللي عندها مشاكل في الكبد أو أكبر من 65 سنة فالجرعة ما ينفعش تزيد عن 2 مللي جرام يوميا قبل النوم. وخد بالك إن النايت كالم ليه بدايل كتيرة بنفس المادة الفعالة زي الماجيك بيكلون والناستاكوران والنوكتيبلون والسليب ايز والسليبوكلون والويست سليب، ولكن خد بالك من التركيزات. وقبل ما نروح للصنف التاني فلازم تعرف إن النايت كالم ما ينفعش توقفه فجأة، لأنك هتعاني من أعراض انسحاب زي القلق، الأحلام الغريبة، الشعور بالغثيان، اضطرابات في المعدة. وعشان توقفه لازم يقف بالتدريج مش مرة واحدة. نروح لتاني دواء معانا وهو الدورميفال كبسول، وده يعتبر دواء عشبي وبيحتوي على الفاليريانا اكستراكت أو عشبة النردن، وكمان على الهيوميلاس لوبيلاس اكستراكت أو عشبة الجنجل. والأعشاب دي بيكون ليها تأثير مهدئ ومنوم عن طريق إنها بتأثر على الجابا وبتزود من تركيزاتها في الدماغ، بالإضافة إلى إن خلاصة الفاليريانا بتحتوي على كميات عالية من الجلوتامين اللي بيوصل للدماغ ويتحول للجابا، واللي ليها تأثير مهدئ وبتساعد على النوم. بالنسبة لدواعي استعمال الدورميفال فهي برضه بتستخدم كعلاج طبيعي لعلاج الأرق ومشاكل النوم والقلق، لكنه بيتميز إنه أأمن من النايت كالم، وكمان نقدر نوقفه من غير ما يسبب أعراض انسحاب. طيب يا دكتور، إيه هي الآثار الجانبية للدورميفال أو إيه هي أضراره؟ استخدامه على المدى الطويل ممكن يسبب بعض الأضرار زي إيه؟ زي الصداع، الأرق، اتساع حدقة العين، اضطرابات في وظائف القلب. عشان كده يفضل إن أنت ما تستخدمش المنومات لفترات طويلة حتى ولو كانت عشبية. طيب إيه هي موانع استعمال الدورميفال؟ أو مين الناس الممنوعة منه؟ أول حاجة في حالة الحساسية المفرطة تجاه أي مادة من المواد الفعالة الموجودة في الدواء. كمان لا ينصح باستعماله في حالة وجود حمل أو وجود رضاعة. وأكيد طبعا ممنوع تاخده مع أي منومات أو مهدئات تانية سواء من عيلة الباربيتوريتس أو عيلة البنزودايزيبينز. نروح بقى لجرعة الدورميفال أو طريقة استعماله. الجرعة بتكون من كبسولتين إلى 3 كبسولات مرة واحدة قبل النوم، ويعتبر الدورميفال ملوش بدايل بنفس المواد الفعالة. نروح بقى لآخر دواء معانا وهو الميلاكريست، وده عبارة عن أفلام بتتحط على اللسان وبتحتوي على مادة الميلاتونين. وللي ما يعرفش فالمادة دي بتنظم دورات الليل والنهار أو دورات النوم والاستيقاظ.
والضلمة هي اللي بتسبب إنتاج كميات أكبر من الميلاتونين واللي بيخلي الجسم يستعد للنوم. أما النور فبيقلل من إنتاج الميلاتونين وبيخلي الجسم يستعد للاستيقاظ. وخد بالك إن الميلا كريست بينزل بتركيزين، هما ال1.5 ملغ وال3 ملغ. بالنسبة لدواعي الاستعمال الخاصة بالميلا كريست فهو بيستخدم لعلاج مشاكل النوم والأرق، وبيعمل على تحسين اضطرابات النوم بإيقاع الساعة البيولوجية، وكمان بيساعد في تحسين أعراض انسحاب الأدوية المنومة زي عائلة البنزودايزيبينز عند كبار السن اللي بيعانوا من الأرق. طيب يا دكتور، إيه هي الآثار الجانبية الخاصة بالميلاكريست أو إيه هي أضراره؟ مادة الميلاتونين تعتبر أمان جدا حتى مع استخدامها لفترات طويلة، ومع ذلك ممكن تسبب بعض الأضرار زي الصداع، الشعور بالاكتئاب على المدى القصير، النعاس خلال النهار، الدوخة، تشنجات المعدة والتهيج. وخد بالك إنك ما تسوقش العربية أو تستخدم آلات حادة لمدة 4 إلى 5 ساعات بعد أخذ الميلاكريست. مين بقى الناس الممنوعة من استعمال الميلاكريست أو إيه هي موانع استعماله؟ أول حاجة في حالة وجود اضطرابات في النزيف، لأن مادة الميلاتونين بتزود من موضوع النزيف. كمان في حالة وجود اكتئاب يفضل برضه عدم استعماله لأنه بيزود من أعراضه. وبرضه يفضل تجنب وصفه للحوامل والمرضعات لأنه حتى الآن ما نعرفش تأثيراته في الحمل والرضاعة. كمان في حالة وجود صرع وبياخد أدوية ليه فيفضل برضه عدم استعمال الميلاتونين. وكمان مرضى الضغط المرتفع اللي بيستخدموا أدوية لضغط الدم، لأن الميلاتونين ممكن يتداخل مع الأدوية دي ويسوء من الأعراض. وآخر حاجة المرضى اللي زارعين عضو في جسمهم، لأن الميلاتونين ممكن يتداخل مع الأدوية المثبطة للمناعة اللي الناس دي بتاخدها. طيب إيه هي جرعة الميلاكريست أو طريقة استعماله؟ الجرعة بتكون فيلم على اللسان بتركيز 1.5 إلى 3 مللي جرام يوميا قبل النوم. ويعتبر الميلاكريست هو الأأمن فيهم هما التلاتة، يعني يعتبر أأمن من الدورميفال وكمان أأمن من النايت كالم. والميلاكريست يعتبر ليه بدايل كتيرة بنفس المادة الفعالة زي الدوزوفا ميلاتونين، والميلاتونين بتاع شركة ناترال، والميلاتونين بتاع شركة ناو، وآخر حاجة الفي ميلاتونين. وخد بالك إن معظم الشركات دي بتنزل الميلاتونين بتركيز 5 مللي جرام، فخد بالك من التركيزات قبل ما تاخد أي واحد فيهم. وبكده نكون عرفنا أهم الفروقات بين النايت كالم والدورميفال والميلاكريست، وعرفنا أهم الجرعات الخاصة بيهم ومين الأمان فيهم. وأتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة دي، ولو عجبتكم متنسوش تعملوا شير ليها مع أصحابكم عشان ناس تانية تقدر تستفاد منها. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.